بصوا صليتوا على النبي. هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. تمام. اتكلم بقى معاكم النهاردة عن المنتج بتاعي. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو الباكج كله اسمه باكج الفلتر. باكج الفلتر بيتكون من 3 حاجات. اول حاجة السيرم. تمام تمام. السيرم ده كله زيوت طبيعية وحاجات طبيعية 100%. مفيهوش أي كيماويات، مفيهوش أي كورتيزون، مفيهوش أي حاجة مضرة بالبشرة. يقدر يستخدمه الصغير والكبير والست والراجل والبنت، كل الفئات العمرية كله يعرف يستخدمه. منتج آمن 100%، والحمد لله. طبعا المنتج بتاعي متوثق ومترخص واخد شهادات، الحمد لله رب العالمين. تعالى بقى هنقول لكم المنتج بيتكون. انا كده اتكلمنا عن كل الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعت المنتج. هقول لكم بقى المنتج بيعمل ايه او احنا بنستخدمه ازاي. الاول صلى على النبي. ثانيا السيرم، احنا المفروض ان احنا لما نيجي نستخدمه، هو المفروض ان احنا نستخدم السيرم مع الكريم. طبعا لسه ما وصلناش للكريم، بس انا هنتكلم الاول على السيرم وهندخل على هقول لكم على الكريم. السيرم هو قطاره، تمام، في العلبه بتاعته. طبعا هو اهو بننقط عادي، ماشي، ونستخدم عادي منه جدا، ماشي. نحط على البشره، بس طبعا ما نكونش بخاري، يعني نحط. تمام اهو. تمام ماشي. طبعا تعالى نكمل الفيديو. قفل. طبعا انا حطيت تاني قدامكم، وهشيل الفلتر. تمام، يعني هشيل لو في اي حاجه ولا بتاع. انا المفروض انا بس بشرح، يعني انا بشرح لكم الكريم بيستخدم ازاي، مش بقول لكم النتيجه. انا كده متاكد ان المنتج الحمد لله فعال 100% وبيجيب نتيجه. فاحنا خلصنا. انا حطيت السيرم الاول، المفروض ان انا بستنى من دقيقه لدقيقتين او 3 دقايق كحد اقصى. صليتوا على النبي. كده خلصنا من السيرم، بنركنه على جنب. ريحته خطيره، وباذن الله اي حد هياخد المنتج ده هيدعي. تمام. طب ندخل على الكريم. صلى على النبي. الكريم اهو. تمام. طبعا انا مطلع تيستور، يعني عينات عشان خاطر اوريكم اهو. تمام. طبعا انت بيجي لك حاجه تاني ومتغلف ومتكيس وبتاع. منتج اهو. تمام اهو. بعد طبعا ما البشره ما تتشد بعد دقيقه ولا دقيقتين، تمام، بنبتدي نحط الكريم نوزعه. وبقى لو عند العين مش هيضر ولا هيعمل اي كريم ولا اي منتج بتلاقيه في السوق. لما بتحط منه بتلاقيه ممكن لو جه قرب بس من عينك بتلاقيه وجع لك عينك. صح. لا، منتج الفلتر كريم طبعا 100% آمن. زيوت طبيعية، متكون كل المكونات بتاعته هتكون مكتوب عليه. ألوفيرا، فيتامين سي، فيتامين د، محطوط عليه كل المكونات بتاعته. هتلاقيها مكتوبة على الكريم، حاطط المكونات زائد الترخيص، زائد السجل التجاري، زائد كل شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. المنتج اللي هياخده هيشكر فيه ومتأكد بإذن الله تعالى. اللي هياخده هيقولك أو هتقولك هيدعي لي، أقسم بالله العظيم. منتج ريحة فعال، مش بقول لكم كده عشان المنتج بتاعي. المنتج أصلا صنع في الإمارات، والمنتج أصلا شغال اوريدي في الإمارات. العلبة الكريم دي بتتباع حاليا هناك ب200 درهم. تمام. علبة الكريم الفلتر اسمه كريم الفلتر. البراند بتاعي اسمه ذا اتش. تمام. السيرم بيتباع ب125 درهم، 125 و200 درهم. احنا مش هنتكلم على الامارات، انا هنا بعمل لكم مفاجأة فوق الخيال. السكراب بقى احنا لسه ما جيناش عنده. السكراب للجسم بيوحد لون الجسم، طبعا للست مش للراجل. الكريم والسيرم يقدر يستخدموه بنات صغيرة، ستات، رجالة، ايا كان بيقدروا يستخدموا المنتجين، السيرم والكريم. السيرم اهو، والكريم، كريم الفلتر وسيرم الفلتر.
دول يستخدمهم رجاله ويستخدمهم ستات عادي، مفيش اي مشكله. لكن السكراب اللي هيكون التالت لسه ما شرحتوش، هشرحه ان شاء الله في مره تاني، اللي هو الاحمر ده بالفراوله. ده الست بتحطه على جسمها بعيد عن المناطق الحساسه، بيوحد لون الجسم، بيخليه عباره عن فراوله، جسمه كله كده فراوله، بيخلي الجسم كيعان، بيتحط على الكيعان هنا، بيتحط على الرجل هنا لما اقصد، يعني كل الجسم ما عدا اي منطقه رقيقه. بس صليتوا على النبي. المنتج اللي بياخده وبيجربه، اي واحده بتشوفك بتقول لك انت عملت ايه ببشرتك؟ هو انت رحت عملت فيلر؟ انت جبت منين الفلوس يا وليه عشان تعملي فيلر؟ او انت يا عم انت شديت وشك ليه بقى؟ لان المنتج بيشد البشره. فالمنتج متجرب اكتر من 100 مره، واوريدي بالفعل بيتباع. زي ما قلت لكم اصلا المنتج شغال اوريدي، بيتباع في الامارات، في مصر هنا اعلى كمان من اللي موجود في الامارات، بس طبعا مش بالسعر ده اللي انا قلت لكم عليه. هنا هنزل لكم بسعر كويس جدا، سواء المندوب اللي بيفرجك او اللي معاه المنتج بتاعي هيعرفك الاسعار. طبعا الكميات بتختلف، اللي بياخد كميات التاجر بيختلف عن اللي واخد بالقطع، اكيد انتوا فاهمين الكلام ده كله. بس صدقوني اللي بيستخدم الكريم مره، او اللي بياخد الكريم وبيستخدمه عايز استخدام شويه، من تاني تالت مره بيحس ان في فرق. انا بقول لك كلام عن ثقه، انا متاكد 100% ان المنتج من تاني استخدام هتكلمي اللي خدت منه الكريم او اللي خدت منه الكريم، هتقول له انا عايز من المنتج ده تاني، وكل اللي هيشوفك هيقول لك انت عملت ايه، او انت عملت ايه ببشرتك، او انت في حاجه مختلفه فيك. ده غير كمان للبنت او للست لو بتحط مكياج وانت رايحه الشغل هيغنيكي عن كل ده. اسمه كريم الفلتر وسيرم الفلتر، تمام؟ هيغنيك عن ان انت تحطي مكياج الصبح بقى والحر وبتاع ويلزق مفيش الكلام ده. ده يتحطوا الاتنين مع بعض، يفضل الاتنين مع بعض. طبعا اللي عايز ياخد الكريم لوحده هياخده عادي، اللي عايز ياخد السيرم لوحده هياخده، اللي عايز اي حاجه بياخدها، بس انا بقول يفضل. لكن الاتنين عادي ينفع يستخدموا، ده يستخدم لوحده وده يستخدم لوحده. بس اللي عايز بقى اللي بشرته فيها كلف، اللي بشرته فيها هالات، الست كبيرة بقى مثلا فوق 50 وعندها دي كده بتكون معمولة، بيشد لها البشرة، بيعملها لها كده زي الجماعة الصينيين. وانتج جميل صدقوني. انا طبعا هنقل كلامي واسف على الاطالة، بس طبعا عشان كل الناس تبقى فاهمة المنتج بيستخدم ازاي، انا وريتكم المفروض بيتحط اولا السيرم وبعدين الكريم، ويوميا هكذا بيتحط مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، وعادي تخرجي بيه وعادي تحطيه وتنامي بيه، مفيش اي ضرر على بشرتك. ولو منتج ما عجبكش او ما عجبكش كلمني وقول انا سمعت الراجل اللي كان في الفيديو هشام قال يرجع لي المنتج. اي حد مش هيعجبه المنتج بعد ما يستخدمه مرة واتنين يكلمني او يكلم اللي خد منه الكريم او السيرم او المنتج كله ويقول له انا لو سمحت عايز ارجع المنتج مش عاجبني. انا اللي بقول لك الكلام ده، وانا اللي مسؤول عن الكلام ده، انا صاحب الحاجه، بس انا متاكد هيعجبه وهيرجع يطلب مره واثنين وثلاثه، وكله هيبقى عايز يعرف انت جبت ايه او عملت ايه في وشك. خليكم فاكرين. سلام عليكم.